بعد عرض إعلان فيلم سبايدر مان في ناس كتيرة جدا بدأت تتوقع إن سبايدر مان هيتحول ويكون في النهاية مان سبايدر. فخلينا مع بعض في الفيديو ده نتكلم عن القصة اللي فيها سبايدر مان بيبقى مان سبايدر. المهم نوضح الأول كده إن سبايدر مان أصلا في أميزنج سبايدر مان لعدد 100 بيطلع عليه 4 إيدين زيادة، يعني بيبقى عنده 6 إيدين. بس ده مش بالظبط اللي مان سبايدر اللي الكل بيتخيله. اللي مان سبايدر اللي الكل عارفه بيظهر في مارفل فانفير لعدد 1 و2، والقصص دي جزء من سلسلة أكبر لحد العدد 4. بس في نهاية الجزء التاني بيطلع بيتر باركر من القصة. فلو انت أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك علشان يوصلك كل جديد أول بأول، ويلا بينا نكمل مع بعض. القصة هنا هي بتركز على واحدة تسمى تانيا أندرسون. تانيا ظهرت لأول مرة في الإكس مين العدد 60، وكانت هنا كمان مع شخص تاني. الشخص ده كمان يسمى كارل يوكس اللي معروف باسم كمان سارون. الفكرة ان تانيا وكارل كانوا في رحلة استكشافية، وحصل هنا ان تانيا اتلخبطت وكارل حاول يلاقيها، بس في النهاية بيتعض من بريداكتور، والعضة دي بتحوله لكائن بيحتاج يمتص طاقة من الكائنات التانية علشان خاطر يعيش. فاللي بيحصل دلوقتي بقى ان تانيا عاوزة تجيب بيتر باركر وكمان انجل معاها. في البداية هي كانت عاوزة تجيب وارن ووردكتون كدليل وحماية لو حصل خطر، لأنها كانت فاكرة كارل مات، لكن بعدين اكتشفت إن هو لسه عايش، وده السبب اللي ورا مهمتها. في الأول وارن مش حابب يساعد وبيقول لها لأ. تانية بتحكي لينا شوية عن قصة كارل وعلاقتها بيه. هي كانت بتحبه وكان صديقها بتاع الطفولة. كارل اتربى على ايد والدها بعد ما ابوه مات، ودرس الطب وبقى دكتور كمان عبقري، بس والدها عمر ما شافه بالنسبة ليها كافي. كارل اتصاب بلعنة انه عشان خاطر يعيش لازم يمتص طاقة من الاخرين، وفي الاخر التحويل ده خلاه الوحش المعروف باسم سارون. فبعد صراع مع الاكس مان قرر يعيش بعيد عن البشر، وده سبب ألم تانية لأنها حست إن هي السبب في اللي حصل له. وبعدها هنا وارم بيرفض يساعد، وبيقول ليها ممكن كارل يكون سعيد في سافيج لاند ويكون اتصالح مع نفسه مع اللعنة بتاعته. طيب ليه احنا نروح ونزعجه؟ ولكن تانية بتبدأ تتأثر وتبكي، وده بيخلي وارن في النهاية قلبي يحن شوية ويقول لها خلاص أنا هساعدك. علشان بعد كده نروح للدريبيوغال، وبيتر باركر بيتقابل مع يونا جيمسون وكمان روبي عشان خاطر يرجعوا لسافيج لاند. بيتر أصلا كان هناك قبل كده في العدد ذا أميزنج سبايدر مان 103 وكمان 104، واتعامل كمان مع كائن يسمى جوج، وكمان كان خلاص هيموت. وهنا طبعا بيتر معترض ومش عاوز يرجع، لحد ما في النهاية جيمسون بيديله فلوس أكتر علشان خاطر يقنعه، وفي النهاية بيوافق. وفي الرحلة دي بيتر وارن وتانيا بيبدأوا يستكشفوا السافيج لاند، وبيشرحوا القصة وطبيعة المكان واللي بيحصل فيه كمان. المشكلة هنا بقى إن الكاتب نفسه مش بيشرح تفاصيل كتير حوالين الجزيرة دي أصلا، وده رغم إن هي مكان مهم جدا في مارفل، وفعلا ناس كتير سمعوا عنها، بس قليل قوي اللي فاهم هي إيه بالظبط. أشهر تفسير للمكان ده بيقول إنه كان عبارة عن محمية أو حديقة ضخمة للكائنات زمان جدا في تاريخ الأرض، كائنات قوية تسمى البيوندرز، ودي كائنات من بره المالتيفيرس كانوا مهتمين يدرسوا عالم مارفل. فاللي عملوه ان هم حولوا جزء من القطب الجنوبي اللي هي الانتاركتيكا لغابة استوائية مليانة حياة، وحطوا فيها مخلوقات من كل حتة في العالم. علشان كده تلاقي هناك ديناصورات وكمان حاجات غريبة جدا كأنك رجعت لعصر ما قبل التاريخ. كمان المكان ده ليه علاقة بقصة تانية مع ماجنيتو، وده هيبقى مهم بعدين. المهم هنا ان الجزيرة دي زي اسمها بالظبط مكان خطير جدا، والكاتب كمان وصفها ان هي ارض قاسية وصعبة العيش فيها، بس في نفس الوقت لها جمال طبيعي قوي يخطف العين من اول مرة. طيب هنا بقى وهم نازلين هناك بيحصل متوقع، بيهجم عليهم ديناصور، الهليكوبتر بيتخبط وتقع، بيتر باركر وتانيا بينطوا بالباراشوت، وارن عشان خاطر عنده أجنحة بيقدر يطير عادي جدا. في الأول بيبان إن هما اتزنقوا ومفيش أي مخرج، لكن بيتر بيقول إن الطاقم نزل فوق الجبل وشافهم، يعني غالبا هيطلبوا نجدة، فمش محبوسين هناك بنسبة 100%. وارن هنا بيقترح عليهم إن هما يطيروا لمحطة طوارئ تابعة للبحرية، بس تانية بترفض وتقول احنا لسه واصلين مش هنمشي دلوقتي. فورن هنا كصوت العقل بيقول لهم احنا ما عندناش اكل ولا تجهيزات، والقعده هنا شكلها هتطول وهتكون خطر. لكن بيتر بيقول طب ما احنا جينا كل المسافه دي، على الاقل نبص حوالينا ونشوف ايه اللي موجود. وطبعا هنا بيتر عنده سبب مهم، شغله يعتبر خلاص ممكن يختفي خالص.
وده لان جيمسون قال له قبل ما يمشي لو ما رجعتش بقصه جامده ما ترجعليش تاني خالص الجريده، يعني هتكون مرفوض. وفي الوقت ده في مارفل الكلام ده كان بيتاخد بجد جدا، يعني ممكن فعلا يخسر شغله. فبعد كده بيتر بيقول لتانيا خلينا نلاقي مكان نستخبى فيه قبل الليل، لان هنا لما الدنيا بتضلم بتبقى ضلمه حرفيا، مفيش نور خالص. وبيقترح ان هم يباتوا الاول وبعدين يتحركوا الصبح، لكن لحد ما ده يحصل ممكن يتمشوا شويه يستكشفوا المكان. وبيوضح ان المناطق العاليه دي غالبا فاضيه والخطر الحقيقي بيبقى جوه الغابه. علشان بعد كده فجاه واري بيقول لهم لقيت حاجه. اللي بيلاقوه ده مهم جدا، مدينة قديمة متدمرة شكلها متطور جدا كأنها هي من المستقبل، وموجودة وسط وادي كبير، وقريبة كمان من فتحات حرارة في الأرض بتساعد تخلي المكان إن هو يكون دافي. المدينة دي بقى كانت من صنع ملك مجنون قديم يسمى جاروك، وكان عنده أحلام وطموحات ضخمة كادت حرفيا تدمر المكان كله، وفي الآخر هو نفسه اتدمر بسببها. والقصة دي حصلت قبل كده في قصص الإكس مين. علشان كده في ناس كتير ممكن تكون بتسميها سافيجيلاند ساجا، وده يمكن يكون صحيح شوية بس اسمها بيختلف بقى على حسب مين اللي بيتكلم عنها. الشخصيات اللي ظهرت هنا زي جورجو كمان زالادين هتكون مألوفة ليك لو اتفرجت قبل كده على اكس مين ذا انيميتد سيريس. المهم هنا بعد أحداث مجنيتو القديمة في المكان ده جورج حاول يسيطر على سافيجيلاند، وكان قريب جدا ان هو ينجح من حاجة زي دي. الموضوع كان شبيه بحرب أهلية جوه المكان نفسه، وده طبيعي هناك لأن دايما في حد بيحاول يمسك الحكم ويقلب على اللي قبله. وفي الآخر هنا جارك اتقتل لكن الفوضى فضلت موجودة. علشان بعد كده نشوف لقطة كوميدية شوية. واري هنا بيبص على الدمار وبيقول أي مكان الإكس مين بيعدوا عليه حرفيا بتعرفوا من الخراب اللي بيحصل. وبيتر بيرد عليه وبيقول المكان ده ضخم جدا ممكن نفضل نلف فيه سنين ومش هنشوف غير جزء صغير منه. وطبعا بيتر بيفكر لازم اصور صورة حلوة علشان خاطر طبعا الشغل، عشان بعد كده يحصل المفاجأة بيتم الهجوم عليهم من ناس من سكان سافيجيلاند اشبه طبعا بقبائل بدائية. دول كانوا في الاصل تابعين لجارج بس دلوقتي بقوا شغالين مع حد تاني. واري هنا بيحاول يقتلهم طبعا لكن فجأة حواسه بتتلخبط ومش عارف اصلا يركز. اما بالنسبة لبيتر باركر فهو كان وقتها محتار جدا، هل يكشف الهوية بتاعته السرية ويبقى سبايدر مان قدام تانية ولا يفضل مستخبي. وفي وسط الزنقة دي تانية بتقول لي إن هم وصلوا عند حافة جبل جنب نهر. بيتر هنا قال تمام خلاص بدل قربنا من النهر يبقى إيه ننط على طول في النهر ده. ومن غير تردد هو فعلا زقها ووقعها من فوق الجبل. هي وقعت في المية وجرفها الطيار، بس ده كان مقصود علشان خاطر يبعدها عن الخطر ويخليه كمان يلبس بدلة سبايدر مان ويقاتل. بيتر فعلا هنا بيقدر ان هو يخلص على الناس دول، لكن بعدها مباشرة حواسه بتبتدي هي كمان تخرف وفي الاخر بيتم السيطرة عليه وبيتقبض عليه. فالشخص اللي مسكه هنا يسمى برابروس، وده واحد شكله مرعب جدا وكأنهم كده مستوحينه من شخصية جورو من مورتال كومبات. بيتر بيفوق بعد كده بيلاقي نفسه في معمل، فهو مربوط هنا على ترابيزة وإيجل كمان واقع ومش واقع خالص، وفي جهاز غريب بيتوجه عليه شكله ما يطمنش خالص. علشان بعد كده يدخل علينا شخصية جديدة تسمى برين شايلد، ودي واحد من الناس اللي اتحولوا لطفرات. نرجع شوية بقى لورا، لما ماجنيتو جه المكان ده قبل كده استخدم أجهزة مخصوص علشان خاطر يحول الناس هناك لكائنات أقوى بقدرات خاصة، ودول بقى اللي بقى اسمهم ميوتيتس. لما الإكس مين واجهوه ومعاهم واحد يسمى كازار، هتشوفوا مهم طبعا بعدين هزموه. علشان بعد كده جاروك سيطر على الجماعة دي، لكن بعد موته بقوا شغالين لوحدهم وخدوا طبعا أجهزة ماجنيتو بيستخدموها كمان للمصالح بتاعتهم. وهنا بقى براين شايلد بيكلم بيتر وبيقول له انت فوت. غريبة جدا الضربة اللي أخدتها كانت تموت أي بني آدم عادي، فأهلا بيك في مقر صنع ماجنيتو وأنا اللي مسيطر هنا. ومن هنا بقى تبدأ حكاية تحول بيتر باركر لمان سبايدر. في المعمل بقى بيعرف بيتر على باقي الفريق، واحد يسمى برابروس اللي عنده طبعا 4 دراعات، واحد جلده أخضر وبيعيش في المية، وبنت كمان هنا تسمى فيرجو، ودي بقى قوتها خطيرة تقدر تخلي أي حد يحس بدوخة والدنيا تلف حواليه كأنه تايه ومش شايف صح. بعد كده بقى بيقول الخطة الكبيرة بتاعته، بيقول إن الجهاز اللي عندهم ده هو نفس الجهاز اللي ماجنيتو كان بيستخدمه علشان خاطر يحول الناس لكائنات قوية وزي ما قلنا كده ميوتيتس، بس هم صلحوه وطوروه كمان، وبقى مش بس بيطور ده كمان بيرجع اي كائن لاصله البدائي. وهم فعلا كانوا ناويين يجربوا الجهاز ده على كازار، لكن لما شافوا هنا بيتر وكمان انجل قالوا لا خلاص نجرب فيهم هم.
وهنا بقى الفكرة المهمة جدا، مارفل بدأت تلعب على فكرة لو سبايدر مان رجعنا الأصل التطوري هيبقى إيه؟ الإجابة عنكبوت ضخم مرعب، وهو طبعا مان سبايدر. فهنا طبعا لازم نفهم نقطة مهمة جدا، الميوتنتس دول ناس عندهم جينات وكمان بيظهر عندهم قدرات زي طبعا الاكس مين، اما بالنسبة للميوتنتس دول ناس اتغير تركيبهم الجيني بالكامل بسبب حادثة. وبيتر باركر من النوع التاني ده، يعني الدي ان ايه بتاعه اتغير خلاص وما ينفعش يرجع طبيعي، فلو رجعوه لنسخة بدائية هيرجع للشكل بيعكس الدي ان ايه الحالي بتاعه، يعني عنكبوت. فأول ما بيتر بيسمع الكلام ده هو بيقول لا 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 أنا مش هتحول لكده، وبيحاول يهرب وبيقول أنا عاجبني نفسي زي ما أنا، خلاص يا جماعة سيبوني في حالي. ولكن هنا فيرتيجو بتهجم عليه فورا، بتخليه يتلخبط، الدنيا بتلف حواليه مش عارف يركز، وكل ما يقاوم الوضع بيسوء أكتر. وفي اللحظة دي بيشغل الجهاز، وهنا بقى التحول المرعب، بيتر باركر بيبدأ يفقد تركيزه، مش قادر يفكر، الكلمات بتختفي من دماغه، وكل اللي بيفضل جواه مشاعر بدائية فقط، غضب وخوف وألم وكراهية ورغبة. فببساطة الإنسانية بتاعته بتسحب منه واحدة واحدة، كأنه بيغرق جوه عقله في ظلام تقيل جدا، وبيصرخ صرخة حرفيا مرعبة، وفي آخر لحظة بيدرك إن الصرخة دي طالعة منه هو. علشان بعد كده بقى القصة بتنقلنا لشخصية تانية مهمة وهو كازار. ده بقى واحد من الشخصيات المظلومة في مارفل، شبيه جدا بطرزان، عايش في الغابة وبيحميها كمان من أي خطر. والأهم بقى إن كارل يوكس اللي هو سارون طلع عايش، وكمان هو كازار لقوا تانية وأنقذوها. وهي لما بتفوق كازار بيبدأ يشرح ليها اللي حصل، بيقول ليها إن المكان اللي رايحين ليه هو نفس القلعة المتدمرة اللي تهاجموا فيها، واللي بناها الملك المجنون كارج مع الكاهنة زلادين، وكان هدفهم يسيطروا على سافيج لاند كله. لكن هنا بمساعدة الإكس مان تم هزيمة كارج، اتقتل، وكمان الكاهنة اتسجنت وجيشه اتفرق، وكل حاجة يعتبر انتهت، أو على الأقل هما كانوا فاكرين كده. في الفترة دي بقى بيظهر كلام إن في جماعة رجعت تاني في سافيج لاند، والجماعة دي هيقودها ناس عندهم قوة خارقة، ودول أصلهم متحولين بسبب تجارب ماجنيتو القديمة. فاللي حصل ببساطة إن بيتر وتانيا وكمان إنجل دخلوا المكان بالغلط، ولقوا نفسهم في نص حرب كبيرة شغالة من زمان، وهما بيتكلموا فجأة إنجل وبيتر بيظهروا بس طبعا بشكلهم المتحول المرعب. تانيا مش فاهمة إيه اللي بيحصل، بس بتبدأ تلاحظ في حاجة ضربت كارل، وفي نار كده منورة المكان، وبتشوف بقايا هدوم، وبعد كده تحس فجأة لا لا مش ممكن، بس ده هو. إنجل هنا تحول لكائن مرعب شبيه بطائر شيطاني، بيصرخ بصوت مش بشري، بيهجم كمان بجنون، بيضرب الناس بجناحاته وبيقطعهم بمخالبه ومنقاره، بقى عامل زي وحش مفيش في دماغه غير الدم وكمان القتل. وفي نفس الوقت كازار بيتفاجأ انه اترمى على الارض، بيبص بيلاقي اللي ماسكه هو بيتر، بس هنا في شكل مان سبايدر المرعب. فرغم ان كازار قوي جدا بس النسخه دي من بيتر مرعبه جدا. وهنا كمان بقى المفاجاه، الكاتب بيقول ان بيتر ما فقدش نفسه بالكامل، يعني جوه الوحش ده لسه في انسان بيحارب. وفعلا في لحظه كده بيتر بيسيب كازار وبيبدا يستوعب هو بقى ايه، وبيصرخ من الالم، عارف انه كان هيقتل وعارف انه بقى وحش. على الجانب التاني انجل بيكمل طيرانه وبيخطف حد، لكن بيتر بيقرر يمشي ويسيب المكان. بعد ما الهجوم ده بيخلص الوضع بيكون كارثي، 11 ماتوا و19 مصابين ومعظمهم هيموتوا، والمشكله الاكبر بقى انهم ما عندهمش عدد كفايه يهجموا على براين شايلد. كازار بيمسك حته من بدله سبايدر مان وبيقول هو الوحش اللي حاربته ده كان سبايدر مان، ويتساءل مين يا ترى اللي عمل فيه كده. بنرجع تاني بقى لبراين شايلد، المرة دي مع تانيا، وبيقولها نفس الكلام، يعني هيحولها ويرجع لشكلها البدائي. ولكن هنا فجأة بقى كازار زائد قواته بيهجموا على القلعة دي، وتبدأ معركة ضخمة. السبب هنا ان كارل او سارون عرف ان تانيا في خطر وممكن يحصل لها زي بيتر او كمان انجل، فالموضوع هنا بقى قتال عشان خاطر الحب. كازار بيقول يلا اهجموا فورا ما تدوش فرصة لحد، لكن كارل بيقول في طريقة اسرع، وبيمسك سلاح ويهدد يا ترجعوا تانية طبيعية يقتل البراين شايلد. وفي اللحظة دي فيردوجو بتستخدم قوتها عليه، بتخليه يتلخبط ويفقد تركيزه، ولكن بالغلط كارل بيضرب النار وبيسيب فيردوجو نفسها. وفي وسط الفوضى دي كلها مان سبايدر بيتر قاعد بيتفرج على كل اللي بيحصل. فبنفهم هنا من الكاتب اللي هو جواه رغبة مجنونة في القتال والدم، بس في نفس الوقت مش بيتحرك. ليه؟ جزء منه مجبر يطيع براين شايلد، وجزء تاني جواه بيتر الحقيقي عاوز يساعد فعلا كازار. فهو لحد دلوقتي بيتشتت بين الاتنين، في الاخر جانب بيتر هو اللي بيكسب. وفجأة بيتر بيهجم على برابروس،
وبيرميه على الأجهزة ويدمر الجهاز بالكامل. هنا بقى المصيبة، براين شايلد بيقول له انت كده دمرت فرصتك، الجهاز اتكسر ومفيش رجوع لطبيعتك تاني. يعني بنفهم كده ان بيتر خلاص هيفضل مان سبايدر للأبد. في اللحظة دي بيتر بيبدأ ينهار نفسيا، بيقول انا مش قادر اسيطر، الغرايز بتاعتي بتغلبني، وبيروح لكازار وبيطلب منه لو مفيش امل حاول تقتلني، الموت احسن من ان اعيش كده. ولكن هنا كازار بيرد عليه وبيطمنه شويه، لا دايما في امل. في نفس الوقت شارون بيبدا يفكر في حل، بيقول له الجهاز كان بيعمل طاقه وانا بمتص طاقه علشان خاطر اعيش، طيب لو سحبت الطاقه دي من الناس ممكن يرجعوا طبيعي. لكن في مشكله خطيره، لو امتص طاقه كتير هيرجع لشخصيته الشريره سارون. بس بيقرر هنا يجازف، بيقول مفيش حل تاني يمكن انقذهم كلهم. وفي نفس الوقت كازار كان قرر حاجة صعبة، شاف ان بيتر باركر بقى خطر جدا ولو سابه هيأذي كل اللي موجودين في المكان، فبيقرر ان هو لازم يقتله. لكن قبل ما يعمل كده كارل بيتدخل بسرعة، بيمسك تانية ويمتص الطاقة منها بترجع طبيعية، بيمسك بيتر بيرجعه طبيعي، بيمسك كمان انجل بيرجعه برضه طبيعي. بس التمن كان كبير، رجوع سارون من جديد، وده كان رجوع رسمي للشخصية في قصص مارفل. فلو كنت فاكر انه مات زمان فده هو السبب انه رجع تاني. كازار بيحاول يوقفه لكن سارون بيهرب ويقول له احنا بينا حرب وهتبقى دموية زي الارض دي. فبعد كده بكام يوم عند محطة إنقاذ أمريكية قريبة جدا من سافيج لاند، بيتر وإنجل بيركبوا الهليكوبتر وبيمشوا، لكن تانيا بتقرر تفضل مع كازار. القصة بتكمل بعد كده في الأجزاء اللي بعدها واللي فيها ظهور فريق إكس مين بس من غير سبايدر مان. وبكده دي تكون قصة إزاي سبايدر مان اتحول لمان سبايدر. كالعادة طبعا هستنى رأيك في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا أول مرة على القناة متنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد أول بأول، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.